رقص وتنطيط وحركات بهلوانية جريئة ما تطلعش من بنات، لا وكمان في الشارع وقدام الناس. بعد ما كان بيتقفل عليه باب ويبقوا بين الاربع حيطان بعيد عن العيون ويعملوا اللي يعملوه، بقوا فرجة لكل اللي رايح واللي جاي. وياللي ما شفتش حنة بنات قبل كده تعال شوف. حنة البنات اتغيرت قوي عن زمان، وواحدة واحدة التغيير بيكبر وبقت الموضة الأخيرة لأي حنة بنت تبقى في الشارع، وزيها زي الفرح الشعبي بكل مراسمه اللي كلنا عارفينها. فيا ترى ايه السر في كده، وليه بقت البنات تعمل الحنة في الشارع، وازاي دي بقت الموضة مؤخرا؟ اللي بيعملوه في الشارع شباب كتير تتكسف تعمله، فيا ترى ايه الحكاية؟ فيديوهات كتير انتشرت الفترة الأخيرة لمجموعة كبيرة من البنات بيرقصوا في الشارع، واللي يشوفها يقول ده فرح شعبي على حق، لكن الحقيقة إن ده حنة وللبنات فقط. وبعد ما كان العريس بيعمل حنته في حتته وبيعزم حبايبه وناسه، بقت العروسة اللي بتعمل كده، وماشيين بمبدأ البنت زي الولد. هما طبعا محجبات ولابسين محتشم، ما قلناش حاجة، لكن برضو ما يصحش بنت ترقص بالطريقة دي واللي رايح واللي جاي يتفرج عليهم، خاصة اللي نشر الفيديوهات دي الشاب المسؤول عن الدي جي على صفحته على الانستجرام، والمنظمين بيكونوا شباب. وبقت موضة، وكل عروسة عايزة تفرح وتتبسط تعمل حنتها في الشارع وتعزم أمة لا إله إلا الله، ومش ناقص غير العريس ويبقى فرح على سن ورمح. مش العريس بقى يحضر الحنة كمان؟ أيوة والله زي ما بقولك كده. طيب يا ترى اللي حصل يخلينا نقول إن حنة العروسة اتغيرت عن زمان؟ أي عروسة بتعمل حنة قبل الفرح، وطبعا الحنة دي بتكون للصحاب والحبايب والقرايب، وكل البنات عارفة في الليلة دي بيكون هيصة وزيطة، لدرجة إن من التقاليع اللي ظهرت مؤخرا بقى في منظمات للحنة زي منظمين الفرح كده، وبيقولوا عليهم حنة شو أو الحنانات. والمسؤول عن الحنة دي بتمسك الليلة من أولها لآخرها، من ديكورات ولبس وميك اب وأكل وشرب وتورتة، زي ما تقول كده خدمة 5 نجوم. وفي اللي بيطلب اوبن بوفيه وبيتعاملوا زي الفرح بالظبط، وبتكون البنات على راحتها ولابسين ملابس مكشوفة، وهو في الأول والآخر بابهم مقفول عليهم. والأهم إن ما يكونوش مزعجين للناس. ملابسهم دي بتكون تنكرية زي بدل رقص، ويربطوا على راسهم إشارب، وعلى وسطها حزام رقص، ولا أجدعها رقاصة أو غازية، حاجة كده زي رئيسة اللي هي سلوى خطاب في الضوء الشارد. ومش بس كده، تمسك شيشة في إيديها، وأحيانا بالساري الهندي واللبس الإسكندراني والصعيدي والفلاحي، وترسم الحنة، وبتبقى ليلة ولا ألف ليلة وليلة. وفي اللي بيعمل الحنة في بيته، وفي اللي بيأجر قاعات أو أماكن بره علشان تعمل حنتها. كل واحدة طبعا حرة في اختيار طريقة سعادتها، والعروسة هي الوحيدة اللي هتقدر تشوف اللي يفرحها وتعمله، بس كله في حدود اللي يصح واللي ما يصحش ما يتعملش، وده أغلب البنات بتحافظ عليه وعلى خصوصيتهم. كمان بقى بدل ما العريس يعمل قعدة توديع عزوبية مع صحابه وتبقى قعدة أنس وفرفشة، بقى يروح ويعمل القعدة دي مع عروسته ووسط البنات، ويفرح ويتبسط، ويبقوا ضربوا عصفورين بحجر واحد، والحنتين بقوا حنة واحدة وزيتهم في دقيقهم. بس الحق يتقال، هو العريس بيروح لوحده ومش مع اصحابه خالص، على اعتبار انه بيجري على عروسته واصحابها وما يصحش يعني وكده. كل ده ممكن نتفهمه ونعديه ونقول خلي البنات تفرح، لكن ده بقى موضة قديمة، وبقت البنات تعمل الحنة في الشارع، ونفس اللي بيعملوه في البيت من الرقص والحركات يبقى في الشارع وقدام كل الناس، ومحدش قادر يستوعب الفكرة، والكل بيهاجم البنات اللي بتعمل كده. انتوا مع ولا ضد الطريقة دي من الاحتفال بالحنة من الأساس؟ وهل هي ليها لازمة ولا ملهاش؟ وشايفين ان كل حد يحتفل بالطريقة اللي تعجبه، ولا لازم يكون في احترام للناس والعادات والتقاليد؟ شاركونا في التعليقات.